لعبة تيكن او زي ما كنا بنقولها لعبة المصارعة المصرية. اللعبة دي حرفيا اعظم ما انتج السايبر المصري. اللعبة دي كانت عبارة عن ضرب بس، وانت ما تبقاش مصري لو ما لعبتش اللعبة دي. واحنا كشعب اي حاجة تحت مسمى الضرب بنجري وراها. يعني انا اول ما اخلص افشخ سوبلكس بحمله لاخويا كنت افتح قناة المصارعة اتعلم حركات تانية علشان اجربها فيه. ونص الشعب كان بيحب يلعب بالشخصية السمجة دي. المشكلة ان احنا كنا نمسك الدراع وندوس على الزراير كلها او اقصد نكسرها من غير ما نعرف اصلا دي زراير ايه. تحس ان احنا كنا بنتسابق اللي يكبس اكتر من التاني يكسب. ولو الدراع وقتها كان يعرف انه هيقع تحت ايد الطفل المصري كان هيلعن اليوم اللي اتصنع فيه. واللعبه دي ما تحسش بجمدانها غير لما تلعبها مع صحابك. فانا كنت بجيب صحابي من ورا اهلي عشان نلعب اللعبه دي. اجري يلا اجري يا عبد اجري اجري. بس عارفين طبعا ان ما ينفعش العاب زي دي تعدي علينا من غير ما نحط فيها التاتش المصري بتاعنا. فمثلا الشخصيه دي كان اسمها جين كازما، احنا كنا بنقول عليه الراجل الملتزم. فما اعرفش بجد كنا بنفكر بايه وقتها، بس انا كان عندي كمبيوتر وكنت كل ما افتح اللعبه دي افضل ادعي انها تشتغل، وانا اصلا ما كنتش مصلي الصبح. واول ما اروح السايبر كنت اشوف طابور اشبه بطابور العيش عشان بس الناس تحمل اللعبه دي او تلعبها. وبتاع السايبر اللي بالمناسبه كان اغلى من ايلون ماسك وقتها، لو لقيته بصلك البصه دي اعرف انه هيتعشى كفته. ولو لقيت جهاز فاضي كان بيبقى اسعد يوم في حياتك حرفيا. واشوفك على خير.